السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في فيديو جديد ومراجعه فيلم بوردر لاين. فتابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. يهرب معتل اجتماعيا من مصحه عقليه ويهاجم منزل احدى نجمات البوب وحبيبها في لوس انجلوس، حيث يريد ان يكون هو فقط المحبوب، بينما تحاول النجمه البقاء على قيد الحياه. أحد الجوانب السلبية للشهرة إن الشخص المشهور ده بيكون دايما له معجبين، ومدى القوة العقلية للمعجبين دول يعني بتبقى حاجة مش بإيد الشخص المشهور ده. بعضهم بيبقى ناس طبيعيين عادي بيحبوا النجم ده، ولكن عارفين ان هو في الاخر شخص هما ما يعرفوهوش وما بيحبوا ما يظهر منه على الشاشات بس. بينما في ناس تانية بتبقى العملية عندهم خفيفة شوية، فبيبتدوا يحبوا الشخص ده ويتعلقوا بيه ويشوفوا فيه ان هو الطرف التاني بتاعهم. والحالة العقلية لبول بطل قصتنا بتبان مع أول 5 دقايق، بتبان إن هو شخص مجنون، شخص عاشق للنجمة دي وشايف إن هي الزوجة المناسبة ليه، وهيعمل أي حاجة في مقابل إن هو هيحصل عليها. رغم إن بول أهبل، ولكن هو مخطط جيد جدا، بيقدر يهرب من المصحة اللي هو محبوس فيها، بل كمان بيقدر يقنع الناس إن هي تساعده على الهرب ويساعدوه في تنفيذ الخطة بتاعته، لأنه إزاي يوصل لحبيبته ويتجوزها. الفيلم كان مميز بإن ليه طابع خاص من البداية، وأنت بتلاحظ إن الفيلم بيحاول يقدم شيء مختلف وشيء مجنون بطريقة تخليك مش متوقع اللي هيحصل في الفيلم، بطريقة تخليك مش عارف الأحداث دي هتروح لفين. بتبقى قاعد مش عارف مدى الجنون اللي الفيلم عليه، هل هو فيلم مجنون عادي أم الجنون اللي فيه هيكون بدرجة عالية وهيودينا لمناطق إحنا مش متصورينها. اما بالنسبه للكوميديا، فالفيلم قدم مستوى كوميديا حلو جدا. الفيلم كان فيه بعض المواقف الكوميديه اللي كانت مضحكه، خصوصا في النهايه هي اللي فيها شويه كوميديا حلوين جدا. وعموما الجانب الكوميدي في الفيلم كان مضحك ومفيهوش اي مشاكل. نتكلم دلوقتي عن الاخراج كان جريء ومفاجئ جدا في معظم الاحيان، في ابتكار في المشاهد. هتحس ان المخرج هنا حاول ان هو يحط يعني قدر ابداعي لا باس به، ويعمل مشاهد مفاجاه. في حاجات حصلت معانا هنا موجودة لا فيها ابتكار، فيها ان الفيلم حاول يخرج بره النمطية وحاول ان هو يبقى ليه طابع خاص بيه. اما بالنسبة للأداء التمثيلي، فكنت متحمس جدا ان انا اشوف راي نيكلسون ابن جاك نيكلسون، واحد من افضل الممثلين اللي جم في تاريخ السينما كلها، في فيلم من بطولته. لان مدى معرفتي بيه كان من خلال فيلم سمايل. فيلم سمايل هو نزل في الدعاية بتاعته واتعمل له بوسترات وحاجات ياما، في حين ان هو كان في الفيلم اصلا باين مشهدين بس. فالدعاية والحاجات دي كلها كان استغلالا لاسمه او لاسم ابوه فقط لا غير. فانا كنت متحمس بقى، انا عايز اعرف الراجل ده هل هو ممثل وممثل قوي ولا هو داخلها واسطة. وري نيكلسون هنا عمل اداء حلو جدا، ولكن ما تقدرش تحكم عليه هل هو بيقلد ابوه ولا هل هو فعلا عنده اداء تمثيلي حلو وعنده قدرات تمثيلية كويسة. الدور اللي كان موجود هنا هو يعني ايه نفس الجنون اللي موجود عند ابوه، وهتحس ان في اقتباس كده من ابوه، خصوصا في دور جوكر اللي كان قايم بيه في فيلم باتمان. فيعني الموضوع المقارنة هيكون صعب شوية بينهم، محتاج ان انا اشوفه في اعمال تانية بادوار تانية عشان اقدر احكم عليه هو تمثيليا قوي ولا لا. ما ظهر منه في الفيلم هنا كان حلو، وقدر ان هو يعمل دور العاشق والمجنون بطريقة كويسة، ولكن هتحس برضو ان لا، في بعض التقليد اللي موجود بيحاول ان هو برضو يدينا لمحة الجنون اللي عند ابوه. اما عن سمارا ويفنج فعملت اداء تمثيلي حلو جدا، ويعني الاجمل ان هو كان معتمد كله على رياكشنات بس، يعني بقى مش بتاخد مشاهد حوارية وتتكلم وكده، لا، هي في جنون عمال بيحصل حواليها وهي عماله تدي رياكشنات حلوه جدا. هي نجمه الحقيقه ومميزه في الفئه دي من الافلام، هي الافلام المتوسطه دي بتقدر ان هي تعمل اداء تمثيلي كويس فيها، ولكن انا اتمنى ان انا اشوفها في افلام تكون في استديوهات ضخمه بميزانيات اكبر من كده. تقييمي للفيلم هو 7/10. الفيلم كان حلو وكان مفاجئ بالنسبة لي. الفيلم قدر ان هو يديني طابع خاص بيه، قدر ان هو يسيب بصمة خاصة بيه، ويكون يعني يقدم حاجة بره الصندوق، ويقدم شيء فيه مفاجآت وفيه حاجات انت مش متوقعها في عصر بتسود فيه النمطية. فأنا الحقيقة أحب أشوف أفلام من النوعية دي كتير، برغم إن هي أفلام متوسطة. هي مش أفلام مثلا اللي هو أنت تحطها في ضمن قائمة أفضل 10 أفلام في السنة، ولكن هي أفلام ممتعة في الأول وفي الآخر. فيلم ممتع بميزانية منخفضة، ولكن بيقدر إن هو يديلك فكرة مميزة، ويقدر إن هو يقدم شيء ممتع. أفلام بتصرف ملايين ما بتعرفش تقدمه. وبس كده اعزائي المشاهدين، كده خلاص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.